طيب نروح العقيد خالد عكاشة مدير المركز الوطني للدراسات الأمنية. صباح الخير سيادة العقيد. صباح الخير يا أستاذة فاطمة. المفترض أن اللي حصل مع وزير الدفاع الأمريكي، دايما احنا عندنا اعتقاد بأن الكونجرس الأمريكي هو مسؤول وضع السياسة الخارجية الأمريكية، وأن الرئيس ما بيقبلش قوة فاعلة زي ما احنا بنبقى متوقعين ان الرئيس هو اللي بيقود الدفة. لكن اللي حصل ده في رأيك بيدلل على ايه بالظبط؟ لان اصبح عندنا تخبط في قراءة السياسة الامريكية خاصة الخارجية وما يعنينا منها. يعني الحقيقة القرار اللي احنا بصدده بالامس، يعني اول عنوان ليه الحقيقة هو دلالة واضحة على فشل السياسة الامريكية وفشل الاستراتيجية الامريكية لمدة عامين مضوا. يعني احنا النهاردة قدام عنوان بيدلل بوضوح شديد بان هناك عامين من الفشل الامريكي. هذين العامين الحقيقة استأثر البيت الابيض فقط لا غير بصناعة القرار وبقيادة الدفة الامريكية على غير الاوضاع الحقيقية والمستقرة في صناعة القرار الامريكي طوال تاريخها حتى والتاريخ الحديث منها. كان دائما هناك مجموعة من التوازنات يحرص عليها المنظومة السياسية الامريكية، ان يكون هناك توازنات وحضور لباقي الاطراف اللي حضرتك اشرتي اليها بالفعل، ان دائما الكونجرس حاضر، دائما البنتاجون حاضر، ومع الاداره داخل البيت الابيض بدائره صناعه القرار داخلها في مجلس الامن القومي وما شابه. العامين الاخرين الحقيقه شاهدوا هذا التنافر الشديد والاستئثار الشديد جدا بصناعه القرار وبالخطوات التي كانت تتم طوال العامين الماضيين. واكثر الحقيقه من محطه اشار البنتاجون على تحفظات عميقه جدا جدا في هذه السياسه الامريكيه، بالخلفيه اللي معتاد عليها ان هو يضع رايه امام صناع القرار. وضع البنتاجون في اكثر من محطه رايه قدام صناعه القرار، وفي معظمها كانت الحقيقه متعلقه في منطقه الشرق الاوسط ويكاد يكون في مصر كمان تحديدا. كانت تحفظات مبكره جدا. في مارس 2012 اثناء عام حكم الاخوان تقدم بنتاجون بمذكره مهمه جدا للبيت الابيض تحدث فيها ايام ما كان هناك موجه من اخونه مؤسسات الدوله، تحدث البنتاجون وكان الصوت الوحيد الذي خرج من الولايات المتحده يحذر البيت الابيض والاداره الامريكيه من المساس بالجيش المصري. تحدث عن ان هناك توازن اقليمي مهم جدا، اي نوع من انواع الزج بالجيش المصري في الاعيب ومؤامرات ومراهنات، وتحدث عن كلمة مراهنات بالفعل على منظومة الإخوان، ده يخل بالتوازن الاستراتيجي في المنطقة بشكل كبير جدا. وكان واقف حائط صد الحقيقة على أشياء كثيرة جدا كانت بتنتوي الإدارة الأمريكية أن تقوم بها ضد الجيش المصري أثناء عام حكم الإخوان، في محاولة لكسر إرادته وفي محاولة لدخوله في يعني دوامة المؤامرة الأمريكية اللي كانت في الوقت ده بتلعب بكل أوراقها في كافة الإخوان. اللي احنا قدامه النهاردة الحقيقة يعني محاولة من الإدارة الأمريكية للإفلات، ومجموعة الآلة الإعلامية الجبارة اللي بتحاول إنها تروج بإن هيجل ليس لديه مهارات علشان يدير العملية القادمة او يتعامل مع ملفات داعش وما شابه. حقيقة اشياء بعيدة تماما عن الصحة. بيحاول يدخل الايبولا ومقاومته للايبولا، وان هو لم يكن متأكدا ولم يكن واضعا لخططه لمقاومة ذلك. ايضا هذه يعني انواع من انواع اثارة الغبار حوالين الراجل علشان هو يخرج. العكس صحيح الحقيقة اللي دار في امريكا، العكس الصحيح اللي احنا بنشير ليه. تشاك هيجل والبنتاجون هم من
يعني وجهوا سهام نقد عنيفة جدا جدا للإدارة الأمريكية بخصوص التعامل مع ملف داعش والشرق الأوسط بشكل محدد. على مدار 3 أيام في نهاية الأسبوع الماضي كان هناك اجتماعات طويلة وموسعة ما بين البنتاجون وهيجل شخصيا والإدارة في البيت الأبيض، ووجه إليهم سهام نقد كثيرة جدا جدا متعلقة بالاستراتيجيات، ودي اللي كانت السبب في ان خلاص التوجهات تباعدت، ما ينفعش يكملوا مع بعض، لان البنتاجون قدم تصورات وقدم انتقادات بعيدة تماما. قال احنا بنشتغل في العراق بدون رؤية، وكل الشغل بتاعنا الجهد العسكري اللي موجود في العراق بيصب في صالح ايران للمرة الألف، ولا نستفيد منه على الإطلاق. وكل الشغل بتاعنا اللي موجود في سوريا من يحصد نتائجه هو نظام بشار الأسد، وانتوا أساسا كإدارة أمريكية رايحين بتقولوا ان احنا عايزين نقاوم داعش، وانتوا بتخدموا على نظام العالم كله. المفترض سيادة العقيد يعني هو دائما يزاح من المكان. دائما الولايات المتحدة الأمريكية بتلعب دور البطل المنقذ للعالم من الكوارث، وبتحاول تثبت ده، لكن للأسف بيصيبها الفشل. يعني هي فشلت في أكتر من موقع قبل كده، ولكن بتقحم نفسها وبتتكبد خسائر، ويمكن بتتكبد أفراد أيضا رغم تفوق الآلة العسكرية ليها، إلا أن دايما دخلتها على منطقة الشرق بيصيبها بأضرار جسيمة. فلو احنا قسنا باللي بيحصل في منطقة الشرق الأوسط والسياسات الأمريكية فيه والأطماع الموجودة ومحاولة الزج بعناصر لتقليب الأوضاع، ده تأثيره على الداخل الأمريكي في صنع السياسة الخارجية. أكيد هناك تأثير داخلي لاتخاذ منحى معين في السياسة الخارجية خاصة تجاه الشرق الأوسط. يعني الحقيقة في تأثيرات كبيرة وعميقة، ولذلك أنا أشرت لمسألة الغبار الكثيف اللي لأن ده يكون معمول بيه في الانتخابات القادمة. بالظبط كده، هو عايز يفلت من عامين الفشل دول بمحاولة تصوير تشاك هيجل وكأنه كبش فداء وإنه فشل شخص مش فشل إدارة. الناخب الأمريكي عنده نفس القلق اللي موجود عند تشاك هيجل، وعنده نفس التصور حوالين تخبط الإدارة الأمريكية اللي طلعت قبل شهر واحد من إقامة التحالف تتحدث على لسان أوباما بشكل صريح، وهي تقول ان احنا ما عندناش استراتيجية محددة ومتكاملة لمجابهة تنظيم داعش بعد ما كان دخل العراق. وبعد 30 يوم بالظبط من هذا التصريح فوجئنا بجون كيري وهو يهبط بطائرته الى المنطقة ويدعو الى اقامة تحالف دولي، وهي لم ترتب اي اوضاع. الناخب الامريكي الحقيقة باصص على الجزئية ديت، وباصص على ان الديمقراطيين زجوا بيه في مستنقع جديد. الديمقراطيين حقيقة وفق ما قالوا تشاك هيجل في ال3 أيام الحاسمة الأخيرة اللي قعدها مع أوباما، قال له الديمقراطيين صنعوا بأيديهم فيتنام جديدة، نزلنا في الوحل العربي للمرة الثالثة ولن نخرج منه بدون خسائر، ولا يوجد أفق لدى الإدارة الأمريكية حوالين إيه اللي هيحصل بكرة، إيه اللي هيحصل الشهر الجاي. انتوا ما عندكوش أي أوراق قوة سياسية تشتغلوا بيها، لا مع تركيا ولا مع الدول الخليج الكبيرة وفي المقدمة السعودية ولا مع مصر. ما عندكوش إجابات عن ال3 دول دول تحديدا كيفية التعامل معهم في الفترة القادمة. انتوا نزلتونا الى الوحل العربي ولا تعرفوا ولا تعلمون كيف تقرؤون الخرائط، ولا تعلمون اماكن او مواعيد الخروج الامن من هذه المنطقة. أشكرك سيادة العقيد خالد عكاش على هذا التفنيد، وأكيد الأيام القادمة هتوضح اتجاه السياسة الأمريكية تجاه الشرق الأوسط هيبقى ماشي في أي اتجاه، وبعد ما يتم الإعلان عن اسم وزير الدفاع الجديد. لكن دوما بنقرأ السياسة الأمريكية بناء على الشخصيات وانتماءاتها الحزبية وأفكارها السياسية الماضية. والحقيقة بس يا فاطمة كمان يعني هو مش غريب الموقف اللي حصل ده، لأنه على مدار السنتين اللي فاتوا تحديدا تخبط الإدارة الأمريكية في العديد من الملفات الحقيقة مستمر.
التناحر في التصريحات ما بين البيت الابيض والبنتاجون والخارجيه الامريكيه، وتحديدا وزير الخارجيه، يعني لانه ساعات بتطلع المتحدثه تنفي الكلام اللي هو قاله. فده كله بينم عن حاله التوهان الشديده اللي موجوده داخل الاداره الامريكيه. اعتقد انه حتى بالشخص اللي جاي حاله التوهان هتفضل مستمره، لانه واضح انه الإطاحة اللي حصلت للمخطط الأمريكي في 30/6 ومحاولتهم لإيجاد خطط بديلة ما كانوش مستعدين بيها بالقدر الكافي، هو ده اللي عامل حالة التخبط جوه الإدارة الأمريكية. وبيحاولوا يعملوا أي حاجة زي ما بيقولوا كده لحفظ ماء الوجه، يعني حطينا لهم حجر عثرة في طريق المشروع بتاعهم وعطلناه، لكن هو لم ينتهي بعد هذا الحلم للغرب في تفتيت الشرق. لكن احنا الحمد لله صمدنا وصامدين لغاية دلوقتي، وإن شاء الله هنستمر في هذا الصمود إن شاء الله.